عبد العالي الحاضي القاتل المتسلسل للجرائم ديالو هزات المغرب في 2004. كان أخطر سفاح داز في تاريخ المغرب، واللي طلقوا عليه سفاح تارودانت، واللي كان كيقتل الضحايا ديالو كيدفنهم وكينعس فوق القبر ديالهم. هاد القضية هادي ديال اليوم اختاريت اني نهضر على هاد السفاح هذا باش نعرفوا الجرائم اللي دار وكيفاش قتل الضحايا ديالو وكيفاش تشد. نهار 20 شهر 8 2004 وبالضبط مع 11 ديال الصباح، البوليس ديال تارودانت غادي يجيهم اتصال من واحد من الساكنه ديال تارودانت، غادي يقول لهم باللي لقاو العظومه ديال بنادم حدا واحد الواد. وفعلا البوليس هنا غادي يلتحقوا بعين المكان. هاد البلاصه هادي اللي جات طرف المدينه، يعني جات خارج اسوار المدينه ديال تارودانت. تما كاين واحد الواد اللي هو الواد الواعر. وصلت لتما الشرطة القضائية والشرطة العلمية، فبما أن القضية فيها العظومة فأكيد الشرطة القضائية غادي يدي معها الشرطة العلمية. غادي يلتحقوا لعين المكان وغادي يطوقوا تما الدنيا بالأشرطة. قربوا لديك العظومة وبقاو كيحقوا فيهم مزيان، وفعلا كيتبين لهم أنهم عظام وجماجم بشرية. هاد الجماجم هادو كانت مرمية غير على طرف الواد، ما كانتش مدفونة، كانت غير مكركبه تما وكيبان بحال شي حجه وحطهم تما على طرف الواد. وديك الواد تقريبا كان شبه ناشف حيتاش كان شهر 8، فبطبيعه الحال كان الصهد، وكان داك الواد ما كانش فيه الماء بزاف. هذاك الشيء علاش دوك الجماجم كانت باينه، يعني اللي داز من تما غادي يبانوا ليه. اول حاجه اللي غادي توضح للبوليس هو ان مسرح الجريمه مقسوم على جوج ديال الاقسام، حيت كيتبين من خلال البحث ديالهم كاين جوج ديال البلايص. كاين البلاصه الاولى اللي فيها شي جماجم وشي عظومه غير تما على طرف الواد، ولكن تقريبا على بعد 600 متر كاينين جماجم اخرين وشي عظومه اخرين حتى هما قرابين للواد. يعني ولا هنا عند البوليس جوج ديال البلايص اولا جوج ديال الاماكن لمسرح الجريمه. مسرح الجريمه الاول غادي يلقاو فيه 3 ديال الجماجم وشي عظومه معاه، والمكان ديال مسرح الجريمه الثاني غادي يلقاو فيه 5 ديال الجماجم وشي عظومه. هنا صافي البوليس غادي يجمعوا كاع داكشي اللي يقدر يفيدهم في البحث، اي حاجه مهمه او لا غير مهمه غادي يهزوها. غادي يحسبوا دوك الجماجم غادي يلقاوهم 8 ديال الريوس ومعاهم شي عظومه، ومن خلال دوك الجماجم اولا دوك العظومه كيتبين ليهم باللي ديال الدراري الصغار ماشي ديال الناس بالغين. صافي هنا جمعوا كاع داكشي وغادي يصيفطوه للتشريح الطبي. هنا من بعد البوليس ما سالاو من مسرح الجريمه غادي يرجعوا للكوميساريه، واول حاجه غادي يبداو بها بطبيعه الحال هو غادي يفتحوا البحث ديالهم وغادي يبداو يطرحوا الاسئله على راسهم، اللي هي شنو واقع وشكون وعلاش وكيفاش ومنين جاو هاد الجماجم هادو. وبما ان القضيه فيها الريوس ديال الدراري الصغار، فالبوليس كان عندهم جوج احتمالات: يا اما القضيه فيها اصحاب الكنوز، يعني الشعوذه، كيف كتعرفوا ان اصحاب الكنوز دائما كيستعملوا الدراري الصغار في التشعويذ ديالهم، اولا الاحتمال التالي انه يكون شي بيدوفيل اللي استدرج هاد الدراري هادو بدافع الاغتصاب ومن بعد قتلهم. اسئله بزاف بطبيعه الحال كانوا كيطرحوها البوليس في انتظار خروج التشريح الطبي، حيث هو اللي غادي يعطيهم الاجوبه على بعض الاسئله. اكيد البحث غادي يبدا من ديك الساعه، ما غاديش يبقاو مربعين يديهم وكيتسناو تقرير الطب الشرعي. غادي يتجمعوا الضباط كاملين اللي شادين ملف هاد القضيه، وماشي غير اللي شادين هاد الملف، حتى اللي ما شادينش الملف ديال هاد القضيه، يعني كاع الضابطه القضائيه ديال تارودانت غادي يتجمعوا. وكان واحد التعاون كبير بيناتهم، حيت القضيه راه فيها 8 ديال الجماجم ديال الدراري الصغار، وباينه ان القضيه قديمه بزاف. اذا القضيه خاصها بحث معمق بزاف. غادي يديروا واحد الاجتماع بيناتهم في الكوميساريه، تقريبا تجمعوا كاع المحققين تما. هاد الاجتماع هذا اي واحد عنده شي حاجه كيقولها، اي واحد عنده شي نظريه كيطرحها. ومن سال هاد الاجتماع هذا تقريبا خرجوا كاملين بنفس النظريه، اللي هي ان هذا اللي قتل بدافع هتك العرض ديال الدراري الصغار، اي انه شي بيدوفيل هو القاتل.
وقبل ما يبداو البحث ديالهم وقبل ما يخرجوا باش ينطلقوا في البحث غادي يتقسموا ل4 ديال الفرق. كل فرقة غتكلف بشي حاجة. كاين الفرقة اللي غادي تكلف بالناس اللي عندهم سوابق هتك العرض ديال الدراري الصغار، اي انهم يقلبوا في الارشيف اي واحد عنده سوابق اغتصاب ديال الدراري الصغار غادي يجيبوه وغادي يبداو معاه البحث. والفرقة الثانية غادي تكلف بمسرح الجريمة، غادي يرجعوا لمسرح الجريمة وغادي يشوفوا الله وعسى يكونوا ما لاحظوش شي حاجة في النهار الاول. والفرق الباقية غادي ينتشروا في مدينة تارودانت كاملة. المهم كان واحد التعاون كبير بيناتهم هكا باش يقدروا يوصلوا للقاتل دغيا وما يضيعوش الوقت. الفرقة اللي رجعت لمسرح الجريمة اللي هي فين تلقاو في الاول هذوك الجماجم حدا طرف الواد، بقاو كيقلبوا تما البوليس كيقلبوا هذا باش على الله وعسى يلقاو شي حاجه ما لاحظوهاش في النهار الاول. المهم بقاو مستمرين في البحث ديالهم كيقلبوا شويه. واحد الضابط غادي يقول للمحققين اللي معاه قال لهم شوفوا راه احتمال ان هاد البلاصه هادي ماشي هو مسرح الجريمه. قالوا لي كيفاش زعما؟ غيقول لهم مسرح الجريمه غادي تكون في بلاصه اخرى، يعني هاد الجماجم هادو وهاد العظمه هادو راه غير تم التنقيل ديالهم لهاد البلاصه هادي، يعني هذا اللي قتلهم في بلاصه اخرى ونقل الضحايا ديالو وجا حطهم حدا الواد الواعر. فهذاك يعني ان الواد الواعر ماشي هو مسرح الجريمه الحقيقي. المهم هاد البوليسي هذا قال لهم راه منين ديك المره هزينا دوك الجماجم وديناهم للتشريح كان لاصق فيهم واحد التراب، وهاد التراب هذا كان حمر، يعني من نوع ديال التراب الحمري، وكان داك التراب كان لاصق في الجماجم. هذا كيعني انهم كانوا مدفونين في شي ارض اللي فيها داك النوع ديال التراب اللي هو الحمري. وكيقول لهم ان هاد التراب هذا اللي هنا في هذا الواد هذا راه كحل ماشي حمر، يعني التراب اللي على طرف الواد كله كحل ومغيس، فلا علاقه له مع التراب اللي كان لاصق في الجماجم. هنا قالوا ليه الفرقه اللي معاه قالوا له احتمال يمكن الداخل ديال هاد التراب هذا يكون حمر. قالوا ارا نحفروا نقدروا نلقاو التراب بصح حمر من الداخل. بقاو كيحفروا تمايا ولكن تبين لهم نفس الشيء اللي قال البوليسي ان التراب الداخل حتى هو كحل، فالتراب كله واحد سواء من برا سواء من الداخل. فهاد الشيء كيزيد ياكد ليهم باللي التراب اللي لاصق في الجماجم راه لا علاقه له مع التراب هذا اللي حدا الواد، فكيعني ان ديك البلاصه ماشي هي مسرح الجريمه. هنا قالوا احتمال كبير هذا اللي قتلهم في بلاصه اخرى وجابهم حطهم هنا. وقالوا هاد الطراب هذا يا اما غيكون ديال شي فيرما، يعني هذا شي حد عنده شي فيرما تما قتلهم ودفنهم عنده من بعد جاهم حطهم حدا الواد، او لا ديال شي ارض فلاحيه يعني شي ارض زراعيه. اما باش يكون هاد التراب هذا ديال هاد الواد هذا راه مستحيل لانه لا علاقه مع هذاك التراب اللي لقينا في الجماجم. فالملاحظه ديال هاد البوليسي هذا كانت ملاحظه اللي غادي تنفعهم واللي غتغير لهم البحث، حيت في الاول كان كيسحاب لهم هذاك هو مسرح الجريمه، كانوا خدامين على ديك البلاصه، ولكن دابا تاكد لهم 100% بلي ديك البلاصه ماشي هي مسرح الجريمه. وهذا الشيء غادي يعاونهم في البحث بزاف. وفعلا غادي يهزوا شي شويه من داك التراب ديال داك الواد وشويه من التراب اللي لاصق في الجماجم اللي هو التراب الحمري. غادي يصيفطوهم لمعهد الزراعه والبيطره اللي كاينه في اكادير، حيت هما اللي كيفهموا في هاد الامور ويقدروا يعطيوهم الاختلاف اللي كاين بيناتهم. وبالفعل غادي يخرج تقرير الخبره ديال التربه اللي كيقول ان هاد الاطربه هادو مختلفين على بعضياتهم، يعني ما عندهم حتى علاقه مع بعضياتهم، كل تربه بوحديتها. التقرير ديال الخبره كيقول ان التربه اللي لاصقه في الجماجم كتنتمي لواحد البقع ارضيه اللي باقيين ما تبناوش، يعني هذوك البقع الارضيه ديال الله مازال ما تبناوش، يعني غير بقع كيكون التراب ديالهم احمر. فقالوا لهم ان هاد التربه هذه كتنتمي لهاد البقع الارضيه. فهذا كيدل على ان دوك الجماجم كانوا مدفونين في شي بقع ارضيه. هذا واحد التقرير اللي كان غادي ينفع البوليس بزاف واللي غادي يخليهم يتنفسوا واحد شويه، حيت في الاول بطبيعه الحال كانوا تالفين ما عارفينش منين يبداو، ما عارفينش فين يمشيو فين يبداو البحث، فكانوا تالفين وكانوا كيقلبوا خارج المدينه، يعني غير حدا داك طرف الواد كيقولوا ان الجاني غيكون غير هنا. ولكن دابا تاكد لهم بلي ديك التراب كتنتمي للبقع الارضيه، والبقع الارضيه كاينه في المدينه كامله، يعني ان البحث غيكون في المدينه كامله.
دابا على الأقل ولا عندهم واحد راس الخيط اللي هو نوع التربة اللي كاين في البقع الأرضية، يعني البحث غيولي في البقع الأرضية وماشي غير خارج مدينة تارودانت. دابا غادي يدخلوا للمدينة لداخل، البوليس غادي ينتشروا في مدينة تارودانت كاملة، أي بقعة بانت ليهم خاوية كيدخلوا ليها وكيهزوا من هذاك التراب وكيديوه يقارنوه مع التراب اللي عندهم في هذوك الجماجم. المهم هاد الفرقة هادي بقاو مستمرين كيبحثوا في البقع الأرضية، وفي هاد الوقيته هادي كان خرج تقرير طبي ديال التشريح ديال الجماجم. الطبيب الشرعي كيقول ان هاد الجماجم هادو ديال الدراري الصغار ماشي ديال الناس الكبار اولا الناس بالغين. العمر ديالهم كيتراوح ما بين 10 سنين حتى 17 عام، وكلهم اولاد ما كاينش فيهم البنات، يعني الضحايا ديالنا كاملين دراري. وهاد الضحايا هادو تم الاغتصاب ديالهم، عاد تم القتل ديالهم، اي القاتل اغتصبهم عاد قتلهم. والعمليه ديال القتل كانت الخنق، ماشي كانوا مذبوحين اولا مضروبين بشي آلة حادة. وواحد الحاجه اللي قالها التقرير واللي كانت مهمه بزاف هو ان هاد الضحايا هادو عندهم 3 سنين باش ماتوا، يعني هاد الضحايا هادو مقتولين دابا شي 3 سنين، ماشي عاد تقتلوا جداد. هنا من بعد البوليس ما قراو داك التقرير وعينوه بدات كتعقد عندهم الامور، حيت كيف كيقول الطب الشرعي هاد الهياكل هادو عندهم هذه 3 سنين باش مقتولين، يعني قدام. وكيف قلنا في الاول انه كانت عندنا واحد الفرقه كتقلب على البقع الارضيه اللي باقي بلا بني، ولكن غتقولوا ان دابا دازت 3 سنين فاحتمال ان يكونوا دوك البقع الارضيه يكونوا تبناو، فغتقولوا علاش هاد الفرقه هذه ديال البوليس كاع كتقلب على هاد البقع، يعني ما بقى عندها لاش. هنا البوليس بطبيعه الحال بالذكاء ديالهم اكيد فكروا بواحد المنطق اخر، وانهم في النهار اللي لقاو فيه دوك الهياكل لقاوهم محطوطين، يعني ماشي كانوا مدفونين تما، كانوا غير محطوطين تمايا، وهذا اللي جا غير حطهم. والناس ديال دوك السكينه كيقولوا كنا كندوزو من حدا الواد الواعر، يعني هذيك هي طريقنا ديما، ما كانت كتبان لنا حتى شي حاجه، لا هياكل لا جماجم. فغير ديك السيمانه فين شافوا دوك الهياكل، هذا كيعني انهم الا محطوطين تما فراه تحطوا غير ديك السيمانه، واخا نقولوا كاع كانوا مدفونين تما في الواد وشي حد مشي عليهم وطلعهم من تحت الارض، ولكن الخبره ديال التربه اللي داروا البوليس كتقول ان هذيك التربه ديال الواد ماشي هي التربه اللي كانت لاصقه في الجماجم. فهذا كيزيد كيأكد ان دوك الجماجم كانوا غير محطوطين تما، ما كانوش مدفونين نهائيا. البوليس خرجوا بواحد الاستنتاج، قالوا ان هذا اللي قتلهم هذه 3 سنين كيف ما قال التقرير، واخا ويكون كان دافن في شي بقعه ارضيه، هاد البقعه هذه 100% غتكون باقا ما تبنات. وشكون اللي كيأكد لهم هاد الشيء هذا هو انه يلا حفر عليهم باقيين جداد، يعني يلا حفر عليهم هادي في هاد السيمانه اللي تلقاو فيها، وجابهم وحطهم حدا الواد الواعر. فهذا كيأكد ان داك البقعه الارضيه مازال ما تبنات، علاش ما يمكنش تكون تبنات بهاد السرعه هادي ديال سيمانه، لان هادوك الهياكل تلقاو في ديك السيمانه، فاكيد هو جبدهم غير في ديك السيمانه وحطهم حدا داك الواد، ومستحيل تكون ديك البقعه تبنات في ديك الوقيته وبهذيك السرعه. هنا البوليس جاتهم واحد الحاجه غريبه، قالوا كيفاش ان القاتل غادي يقتلهم هذه 3 سنين وكان دافنهم في ديك البقعه الارضيه، علاش ما خلاهمش تما؟ هنا طاح عليهم واحد الجواب اللي هو اكيد جواب واحد لهذا السؤال، هو ان هذا القاتل هذا غيكون ساق اخبار بلي ديك البقعه راه غادي تبنى، او لا يقدر يكون هو مول البقعه براسو وبغى يبني تما، فخاف ان الطاشر ولا البنايه يلقاو تما دوك الجماجم. هنا البوليس غادي يبداو يركزوا على البقع الارضيه اللي يلاه كتبنى، يعني يلاه غادي يبداو يبنيو لهم الساس. الفرقه اللي كانت مكلفه بالبقع الارضيه باقا مستمره في البحث، ما غاديش توقف. وهنا غادي نرجعوا للطب الشرعي. هنا الطب الشرعي مني غادي يعطي داك التقرير ديال الهياكل البوليس غادي يعطيهم جوج حوايج، غادي يعطيهم واحد الطرف ديال البلاستيك ولا الطرف ديال الميكا اللي هو في الكحل، كان غير صغير وطويل وكيبان بحال السكوتش في الكحل،
هاد الطرف ديال البلاستيك كان ملوي على الفم ديال الجماجم، يعني يمكن القاتل قبل ما يقتل الضحايا ديالو كان كيسد ليهم فمهم بديك البلاستيك باش يبقاو ساكتين وما يسمعوهم حتى شي حد يمكن. والحاجة الثانية اللي غادي يعطيها ليهم هي واحد الورقة مكتوب فيها واحد الميساج. هاد الورقة هادي غادي نشوفوها من بعد شنو مكتوب فيها وعلاش. دابا غادي نشوفو هاديك الطرف ديال الميكا الكحلة اولا الطرف ديال البلاستيك اللي كان قديم شي شوية، يعني بما انه دازت عليه 3 سنين فكان راشي. البوليس فاش غادي يحقوا فيه قالوا بما اننا كنهضروا على الاراضي والاراضي الزراعية، قالوا يمكن هذا البلاستيك هو اللي كيتستعمل في الاراضي ديال الزراعه ديال المطيشه، حيت كيف كتعرفوا كاملين ان الاراضي ديال فين كيزرعوا مطيشه كيبقاو يلويو على مطيشه واحد البلاستيك في الكحل. قالوا احتمال ان القاتل يمكن كانت عنده ديك الارض زارع فيها مطيشه وكيستعمل هذا النوع ديال البلاستيك. هنا غادي يهزوا داك الطرف غادي يديوه لواحد الدروغري، بما ان الدروغري عندهم خبره في هذا المجال. شاف داك الدروغري داك البلاستيك غادي يحقق فيه، قال لهم اودي هاد الميكا، قال لهم اودي هاد الميكا هادي ماشي ديال الاراضي الزراعيه وما كتستعملش في الزراعه نهائيا وماشي ديال المطيشه. هاد البلاستيك هادو غادي يكونوا ديال شي شركه ما عندهم حتى شي علاقه بالاراضي الفلاحيه. البوليس مامور ما سمعوا لهاد الدروغي هذا بقاو كيحقوا في داك الطرف ديال البلاستيك، على الله تبان لهم شي حاجه. بداو كيفكوا فيه حتى كان لاصق، يعني كان ملوي. بداو كيفكوا فيه وتوضح لهم واحد الحاجه، كيبان لهم بحال شي سيري اولا شي كود بار. المهم شي كتبه كاينه ما واضحاش، عياو يقلعوا ديك الكتابه عياو معاها والو ما قلعوا حتى شي حاجه. هنا اش غادي يديروا؟ غادي يديو داك البلاستيك للمستشفى مختار السوسي. دخلوا تما المختبر ديال ديك المستشفى اللي يقدر يعاونهم في شي حاجه، حيت تما عندهم تقنيات وعندهم باش كيقراو دوك الكتابه. غادي يطلبوا تما واحد المسؤول، غادي يقولوا له عافاك قري لنا هاد الكتابه اللي كاينه في هاد البلاستيكات. فعلا غير دخلها للمختبر غادي يقرا ديك الكتابه، غادي يقول لهم داك المسؤول اودي هاد الميكا كتخص واحد الجمعيه ديال الهجره والتنميه نيت راها كاينه في تارودانت. دابا ولا عند البوليس النوع ديال البلاستيك باللي كينتمي لواحد الجمعيه وخاصهم يعرفوا فين جات هاد الجمعيه. ملي غادي يقلبوا عليها لقاوها في واحد البلاصه سميتها المحيطه، وعندها جوج ديال الفروع، وحده كاينه تما في المحيطه نيت وحده كاينه في تاليوين. هنا بطبيعه الحال كاين النص اللي غيمشي للمحيطه وكاين النص اللي غيمشي لتاليوين. مشاو لتاليوين دخلوا لديك الجمعيه سولوهم على داك الطرف ديال الميكا ديال البلاستيك، قالوا لهم السلام عليكم واش هاد الطرف ديال الميكا وهاد الكود بار اللي مكتوب عليها واش ديالكم؟ كيقول لهم داك المسؤول ديال الجمعيه فعلا سيدي هاد البلاستيك هذا وهاد الكود بار هذا ديالنا، ولكن حنا فاش كنساليو بهذا الشيء هذا راه كنلوحوه ما عندنا ما نديرو به هنايا. فولا التركيز ديال البوليس كله على ديك الجمعيه، حيت بما ان الطرف ديال البلاستيك كينتمي لهاد الجمعيه هذا احتمال كبير يكون القاتل من هاد الموظفين ديال هاد الجمعيه. هنا البوليس بداو معاهم استجواب واحد بواحد موظف بموظف. فاش غيجيبوا دوك الموظفين غادي يبداو معاهم البحث. الموظفين كيقولوا فعلا سيدي حنا فاش كنخدموا بهاد الرولويات هادو فاش كنساليو بيهم كيجي الشيفور وكيديهم. هنا البوليس قال لهم واخا غادي يمشيو يجيبوا الشيفور. اجا سيدي قول لنا اش كاين. الشيفور كيقول لهم سيدي هاد الرولوات هادو فاش كينساليو بهم الموظفين انا ما عليا غير نهزهم في الكاميو ديالي وكنلوحهم. قالوا لي فين كتلوحو؟ قال لهم سوا كنمشي نلوحهم تما في لاكاب في الجمعيه اللي كاينه في تاليوين، سوا كنلوحهم في ستوب. يعني كانت الاقوال ديال الموظفين وديال الشيفور كلها بحال بحال. ولا عند البوليس جوج احتمالات، سوا شي حد من الجمعيه هو اللي متورط، سوا القاتل غادي يكون هز شي رولو من الزنقه، حيت الشيفور كيقول انا النص كنلوحو في لاكاب ديال الجمعيه ديال تاليوين والنص كنلوحو غير تما حدا ستوب. هنا البوليس داخو قالوا اللي بقينا شادين في هاد الجمعيه تقدر تضيع لنا غير الوقت، فغادي يرجعوا للمحجوز الثاني. كيف قلنا في الاول الطب الشرعي عطاهم جوج محجوزات اللي هو هذا البلاستيك هذا اللي كيرجع لهاد الجمعيه، والمحجوز الثاني اللي هو ديك الورقه اللي كان مكتوب فيها واحد الميساج.
أول حاجة غادي يلاحظوها ويشوفوها البوليس أن ديك الورقة مقطعة من شي مذكرة، يعني من شي أجندة، وهاد الورقة هادي مكتوب فيها واحد الميساج، مكتوب فيها: الحاضي والله سأنتقم منك، أديداس 555. هاد الورقة هادي تلقات مع الهياكل، فين تلقى داك البلاستيك وفين تلقاو الهياكل، يعني كاملين تلقاو في مسرح الجريمة اللي هو حدا الواد. ولكن هنا بداو البوليس كيسولو: شنو هي هاد الحاضي؟ واش كنية؟ واش شي سمية ديال شي شركة؟ فما عرفوش شنو هي هاد الحاضي، شنو المعنى ديالها، لانهم ركزوا على هاد الحاضي بالضبط. خلاو ديك اديداس وخلاو ديك 55 وركزوا على الحاضي شنو هي. فعلى هاد الشيء هذا البوليس غادي يركزوا على هاد الكلمه ديال الحاضي كيف قلت لكم، وغادي يبداو البحث منها. فمن بعد حوار طويل بين البوليس قالوا احتمال هاد الحاضي هذا تكون الاسم ديال القاتل، يعني الكنية ديالو، سواء كيعيطوا ليه به في الزنقة اولا سواء كنيته بصح في الحالة المدنية. فاول حاجة غادي يديروها البوليس هنا غادي يخرجوا يبحثوا على الاسم، اولا شي حد عنده هاد الاسم هذا ديال الحاضي. غادي يمشيو عند الفرقة البوليسية اللي كيبحثوا على الهويات ديال الأطفال أولا ديال الضحايا، يعني شكون هما وفين ساكنين وشكون والديهم. حيت بطبيعة الحال إلا لقاو الهوية ديال هاد الضحايا هادو يقدروا من هاد الهوية ديالهم يلقاو القاتل. فمن بعد ما الطبيب الشرعي والشرطة العلمية غادي يهزوا الحمض النووي من ديك الهياكل وغادي يديوهم يعرضوهم على المختبر، كاينه فرقه بقاو كيبحثوا في الارشيف على الاطفال اللي مختفيين في ديك 3 سنين، يعني كيمشيو للارشيف وكيشوفوا ديك 3 سنين شكون هما الاطفال اللي كانوا دايرين لهم والديهم بحث لفائده العائله. غادي يبداو بديك الفئه العمريه اللي كان قال لهم الطبيب الشرعي ديال ما بين 10 سنين و17 عام. غادي يبداو كيشوفوا الارشيف اللي لقاوه مختفي في ديك 3 سنين من نفس هاد الاعمار اللي هي 10 سنين 17 عام. غادي يعيطوا على الوالدين ديالهم اللي اصلا دايرين بحث لفائده العائله، غادي يستدعوهم، وفاش غادي يستدعيو دوك الاباء غادي ياخذوا منهم عينات وغيطابقوهم مع الحمض النووي ديال دوك الهياكل. كاين اللي خرج بوزيتيف وكاين اللي خرج نيجاتيف، يعني هذه كانت واحد الطريقه اللي ناجحه وجابت واحد النتيجه ممتازه بالنسبه للبوليس، حيت لقاو بعض الاباء كيطابق الحمض النووي ديالهم مع شي هياكل اللي كانوا لقاوه. ومن بين هاد الاباء هادو كان واحد السيد اللي حتى هو كان داير بحث لفائده العائله هادي شي 3 سنين كيقلب على ولده. وهذا السيد هذا سميتو الحسين الادريسي. هاد الاب هذا كيقول ولدي غبر هادي شي 3 سنين ولكن ما عرفتوش فين مشى، ولكن انا كنت حاس بانه مات. قالوا لي الناس لا راه يمكن كان غير هنايا، كان غير شي زنقه ولا هرب لشي بلاصه، ولكن انا حسيت بولدي مات. وفعلا داكشي اللي كان. فاش غادي يطابقوا الحمض النووي مع واحد الحمض النووي ديال واحد الهيكل عظمي غادي يلقاوه فعلا باللي ولده، يعني ولده غادي يطلع واحد من دوك الضحايا. هنا البوليس الوالدين اللي ما عندهم حتى شي علاقه مع الحمض النووي غادي يقول لهم بسلامه، والوالدين اللي كان كيطابق الحمض النووي ديالهم مع واحد من الهياكل اللي عندهم غادي يبداو معاهم البحث واحد بواحد. بداو مع الاب والام ديال الضحيه الاولى: ولدك اش كيدير؟ ولدي قال لهم ما كيقراش، كان خدام في المحطه الطرقيه ديال تارودانت. دازوا الاب والام ديال الضحيه الثاني: اش كيدير ولدك؟ كيقول لهم عاوتاني ولدي ما كيقراش، خدام في المحطه الطرقيه ديال تارودانت. دازوا الاب والام ديال الضحيه الثالثه، حتى هو كيقول نفس الشيء ان ولده ما كيقراش وخدام في المحطه الطرقيه ديال تارودانت. اذا شنو كيعني هذا؟ كاين واحد النقط مشتركه بين هاد الاطفال كاملين، وانهم كاملين ما كيقراوش وكاملين خدامين في المحطه الطرقيه ديال تارودانت. كاين اللي عنده كروسه تما، كاين اللي كيبيع كلينيكس وكاين اللي كيبيع الجورنال، وكاملين ما كيقراوش. هاد الشيء هذا من خلال الاقوال ديال الاباء ديالهم، يعني كاينه نقطه مشتركه، وهذا كيعني ان القاتل حتى هو كاين في المحطه الطرقيه ديال تارودانت. هنا دابا ولا عند البوليس جوج ديال البلايص مركزين عليهم: البلاصه الاولى اللي هي المحيط اللي فيها ديك الجمعيه، والبلاصه الثانيه اللي هو المحطه الطرقيه. واحد الحاجه اللي غيلاحظوها هو ان ديك الجمعيه كاينه في المحيطه، والمحيطه قريبه بزاف للمحطه الطرقيه،
يعني ما بعيداش بزاف عليها. فيعني الا بغيتي دوز المحطة الطرقية ضروري ما خصك دوز على الطريق ديال المحيطة اللي هي حدا ديك الجمعية. اذا البوليس استنتجوا انه 100% القاتل ساكن غير حدا المحيطة اولا كيدوز على طريق المحيطة، وتما فين غادي يلقى دوك البلاستيكات وغادي يهزهم، حيت الشيفور قالك انا كنحط هذوك الروليات غير تما حدا الجمعية حدا ستوب، يعني فاكيد كيهزهم من تما وكيديهم معاه. هنا البوليس ولا عندهم تركيز كبير على دوك جوج ديال البلايص، بداو كيسولو تما اللي لقاوه شكو فيه كيديوه يبحثوا معاه. البوليس بقاو خدامين تما الصباح وعشيه ما كيرتاحوش نهائيا، ولكن للاسف والو مازال ما وصلوش للقاتل. فهنا كانت خيبة امل بالنسبه لهم، حيت ديك المحطه عامره بزاف، وكيف كتعرفوا المحطة فيها المسافرين المتشردين، فتلفوا وسط ديك المحطة شكون غادي يسولوا فين غادي يشدوا فين غادي يبداو، فتلفوا. ولكن بطبيعة الحال عندهم واحد الامل اخر، اللي هو انهم كيف قلت لكم في الاول كانت واحد الفرقة كتقلب على ديك كلمة الحاضي، يعني شكون. فهذا واحد الامل بالنسبة لهم اللي غادي يشدوا فيه، خصوصا دابا عندهم البلايص اللي ممكن يكون فيهم القاتل، يعني ما بين المحيطة والمحطة. فبداو كيسولوا غير تما هذيك سميت الحاضي شنا هي، غادي يمشيو للمحطة وغادي يسولوا شي ناس تما في المحطة، غادي يقولوا السلام عليكم وعليكم السلام، عافاك هاد السمية هادي شنو كتعني، شنو هي هاد السمية ديال الحاضي. قالوا لهم شي ناس تما اودي هادي راه واحد الكنية ديال واحد العائلة، وراه النص فيهم ساكن هنا في تارودات والنص كاين في اكادير. اذا هاد الكلمه هادي ديال الحاضي كتعني كنيه ديال القاتل. بداو كيسولوا واش كاين شي واحد هنا كنيته الحاضي هنا في تارودات. هنا غادي ينعتوا لهم الناس غيقول لهم اودي راه كاين واحد هنا في المحطه واحد السيد سميتو نجيب وكنيته الحاضي خدام كورتي في المحطه. هنا البوليس بداو كيوصلوا راس الخيط، لقاو واحد بالكنية ديال الحاضي وخدام في المحطة الطرقية اللي كانوا خدامين فيها الضحايا ديالنا. إذا المسألة بدات كتوضح. هنا البوليس قرروا انهم يمشيوش عند هذا اللي خدام كورتي في المحطة الطرقية يمشيو عنده نيشان، لا، قرروا انهم يخليوه تحت المراقبة، يعني في واحد السرية تامة. بقاو كيراقبوا التحركات ديالو غير من بعيد، كيفاش كيتعامل كيفاش كيهضر فين ساكن. من بعد التحريات اللي داروا كيبان لهم السيد عادي، يعني كيعيش عادي كيخدم كيمشي لدارو، فما لقاو عليه حتى شي حاجه اللي غادي تخليهم يشكوا فيه. السيد ما متمطر ما مخلوع خدام درويش كيمشي لدارو عادي. قالوا صافي بركه ما بقاو غير حاضينو، امشيو عندو نيشان نقصدوه. وفعلا غادي يمشيو يجيبوا نجيب اللي هو نجيب الحاضي. بقاو كيسولوه واش انت ساكن بوحدك في هذه المدينه هذه، قال لهم لا، عندي خويا هنا ساكن في تارودانت، ولكن عندي شي عائله ساكنين في اكادير. اذا كاين هنا خوك في تارودانت. قالوا ليه فين ساكن هاد خوك هذا بالضبط، قال لهم ساكن في المحيطه. اذا هنا العقد بدات كتحل بالنسبه للبوليس. اشنو سميت خوك؟ قال لهم سميتو عبد العالي الحاضي. قال لهم راه عزري ممجوج وخدام حتى هو في المحطة. قالوا لي واش عنده دارو في المحيطة ولا غير كيبات هنا في المحطة؟ قال لهم لا، كيبات في واحد البقعة أرضية تما في المحيطة، راه داير بها السور وراه كان خلاها ليه واحد خالي كيبات فيها. هنا الأمور بدات كتوضح للبوليس. عبد العالي الحاضي خدام في المحطة اللي كانوا خدامين فيها دوك الدراري الصغار، زائد على هذا الشيء أنه ساكن في المحيطة اللي قريبة لديك الجمعية اللي كانوا لقاو دوك البلاستيكات انهم ديالهم. وزيد على هذا الشيء انه ساكن في بقعة ارضية اللي كانوا كيقلبوا عليها في الاول، اللي هو ديك التربة اللي كانت في الجماجم اللي كتنتمي لبقع ارضية. بداو كيربطوا الاحداث، فاذا وصلوا للقاتل. من بعد ما تاكدوا بلي نجيب الحاضي ماشي هو القاتل ولكن الاخ ديالو،
حيتاش الأخ ديالو عبد العالي الحاضي كاع النقط المشتركة اللي عندهم كتبين باللي هو القاتل. غادي يهزو نجيب الحاضي، غادي يقولوا له يلاه معانا تورينا البقعة فين كاينة. فعلا نجيب غادي يمشي معاهم يوريهم البقعة. غادي ينتقلوا للمكان. هذاك النهار كان 9 يوليوز 2004. وصلوا للزنقة فين كاينة ديك البقعة الأرضية في المحيطة مع 12 ونص ديال الصباح بالضبط. واحد البقعة جات في واحد الزنقة، وديك البقعة كان داير بها واحد السور، ومن الداخل ديال ديك البقعة كلها تراب، وداك التراب كله حمري. غادي يدخل البوليس للباب ديال ديك البقعة، غادي يحل لهم الباب اللي هو القاتل بنفسه اللي هو عبد العالي الحاضي. مع الحلة ديال الباب غادي يقول لهم واحد الجملة، غادي يقول لهم على سلامتكم، عرفتكم غادي توصلوا ليا. يعني السيد كان عارفهم غادي يجي شي نهار اللي غادي يقرقبوا عليه، فكان غير كيتسنى انهم يجيو يشدوه. هنا قبل ما يهضروا معاه او لا يبداو معاه البحث شدوا واحد الضابط كلاه مع الحيط وبقى واقف حداه لا يهرب. بقى كاليه تما مع الحيط، والضباط الاخرين بقاو كينتشروا في ديك البقعه كامله. اول حاجه غادي تبان ليهم ان البقعه كلها ارض وداك التراب ديالها حمري. هزوه لقاوه حمري فعلا. ثاني حاجه غتبان ليهم انه كاينه تما واحد النواله. هاد النواله هادي بانيها غير بالقصب والميكا تما فين كيبات. واحد الحاجه اللي اثارت الانتباه ديال البوليس هو فاش رماو عينيهم في ديك البقعه كانوا بزاف ديال السبرديلات وبزاف ديال الحوايج ديال الدراري الصغار مرميين تما. كانت ديك البقعه بحال شي زباله، يعني مرميين فيها دوك الحوايج وكل شيء تما مخلط. فهنا بداو كيجمعوا كاع داكشي، كاع الادله اللي عندها علاقه مع مسرح الجريمه كيديوها مع المحجوزات. ومن هاد الادله هادي غادي يلقاو ديك البلاستيكات اولا دوك الرولويات ديال البلاستيك اللي كان عندهم واحد الطرف منها واللي كتنتمي لديك الجمعيه اللي كاينه في المحيطه. غادي يدخلوا عاوتاني لديك النواله وغادي يلقاو ديك المذكره. وهاد المذكره هادي واحد كتاب صغير حلوه وبقاو كيقلبوه، لقاو انه ناقصه منه واحد الصفحه. وهاد الصفحه هادي هي اللي غادي يجبدوه ديك الورقه دي اللي كانوا لقاو واللي كان مكتوب فيها داك الميساج. فيعني كاع هاد الادله هادي كتبين باللي هاد السيد هذا هو المتورط الوحيد اللي كاين، وكتبين باللي فعلا هو القاتل. بقاو كيبحثوا في ديك النواله وغادي يلقاو باللي مفرش تما شي كاشات علاش كينعس، وداير تما شي مخدات ودوك الكاشات تحت منهم واحد الكرتون. حيدوا دوك الكاشات وحيدوا داك الكرتون، وملي كيحيدوهم كيلقاو باللي داك التراب اللي كاين في ديك النواله مختلف على التراب اللي كاين في البقعه. يعني كيبان التراب نقي وباقي جديد بحال الا محفور اولا مردوم تما. غادي يسولوا واحد الضابط قال لي عبد العالي التراب ديال البقعه ماشي بحال التراب ديال النواله، كيبان باقي جديد. قال لي واش يلا درتيه اولا حفرتيه هنا زعما قال له كيفاش. قال لهم لا حكا راه فاش كتكون الشتا كنبقى نزيد التراب باش كتطلع ديك البلاصه، حيت راه فاش كتكون الشتا كيوصل عندي الماء، فانا كنزيد داك التراب باش كتطلع ديك البلاصه كتعلى باش ما توصلنيش الشتا. فبطبيعه الحال هنا البوليس هاد الهضره هادي ما غاديش تدخل لهم الراس، واخا تقدر تكون لوجيك ولكن هما غاديش تدخل لهم الراس. غادي يكملوا البحث ديالهم، حيت ديك الهضره ديال الشتا ما الشتا ما دخلت لهمش راسهم. قالوا 100% هذا كان دافن الضحايا هنايا تحت منه وكينعس فوق منهم، ما فيهاش شك. سولو هنا عاوتاني واحد الضابط قال له قول لي الحقيقه عبد العالي، فين دفنتي الضحايا ديالك؟ عبد العالي بلا تردد غادي ينعت ليهم بصبعو في البلاصه نيت فين كاينه النواله، فين كاين داك التراب الجديد فين كينعس. قال لهم دفنتهم تما. وفعلا غادي يحفروا ديك البلاصه فين كاين التراب جديد اولا فين كاينه ديك النواله. وفاش غادي يحفروا تما ما غاديش يلقاو الهياكل بزاف، غادي يلقاو غير شي عظومه تما قلال. يمكن يكون نساهم حقاش ملي يهز دوك الهياكل راه وحده الواد غادي يكون نساهم. هنا البوليس غادي يهزوا كاع الادله اللي كاينه في ديك البقعه وداوهم معاهم كمحجوز، وغادي يهزوا عبد العالي للكوميساريه، وتما غادي يبداو معاه البحث ديال بصح.
هنا غادي نرجعوا شويه اللور باش نتعرفوا على عبد العالي شكون هو وشنو عاش في الطفوله ديالو واللي عندها علاقه مع هاد الشيء هذا اللي دار. عبد العالي الحاضي من مواليد 1962 تزاد في تارودانت، عاش مع واحد الأسرة فقيرة بزاف. كاين هو وخوه نجيب وواحد اختو صغر منه، يعني هما 3 ديال الخوت. ملي كانت عنده تقريبا ديك 5 سنين الوالد ديالو غادي يتفارق مع الام ديالو وغادي يمشي يتزوج بمرا اخرى. من بعد غادي يتحولوا من بن سرقاو. بقى عبد العالي عايش وسط منهم تالف، ما عارفش مع مين يعيش، واش يعيش مع الاب ديالو ولا يمشي يعيش مع عمو. بقى حاير، ولكن في الاخير غادي يقرر وغادي يعيش مع جداته حتى وصل للابتدائي. غادي يخرج من القرايه حتى صافي طلعت ليه القرايه في الراس، ما بقاش بغى يقرا. شاف العيشه ما مسلكاش، عايش غير مع جداته وكل شيء مشتت. الام ديالو في جهه والاب ديالو في جهه والخوت ديالو متشردين في جهه. غادي يمشي وغادي يطلع لتارودانت وهو في ديك السن صغير. بقى عايش تما بوحدو حتى لواحد النهار غادي يبغي يمشي يرجع لبن سرقاو فين كاين العائله ديالو. فاش كان راجع من تارودانت لتما غادي يتعرضوا ليه شي دراري كانوا باقيين حتى هما غير شباب، كبر منه غير شي شويه في العمر. غادي يتعرضوا ليه وغادي يتكرفسوا عليه، اي انهم غادي يغتصبوه. ويمكن هذه هي الحاجه اللي خلات عبد العالي انه تكون عنده هاد الشخصيه هذه، او يكون هذا هو السبب علاش قتل دوك الضحايا، او انه هذه هي الحاجه اللي خلاته ينتقم حيت حتى هو تغتصب، فغادي حتى هو يدير نفس الشيء لهاد الضحايا هادو. لانه ما تغتصبش غير مره واحده. عبد العالي تعرض للاغتصاب مرارا وتكرارا، كان تغتصب حتى من طرف ولاد عمامو. كانوا ولاد عمامو اغتصبوه في الصغر وكانوا كيتحرشوا به حتى شي ولاد حومته. وكيقول انه هذا الشيء هو بالنسبه ليه اللي خلاه انه يولي قاتل متسلسل، وانه يستدرج هاد الدراري هادو وانه يطبق عليهم نفس الحاجه اللي طبقت عليه. عبد العالي غادي يولي متشرد بهذا المعنى هادي، انه يولي عايش غير في المحطه. عبد العالي غادي يخدم بزاف ديال الخدامي، بقى مكركب مع الوقت حتى كبر شي شويه وكبرت معاه دوك العقده ديال الانتقام. وصل لعمر ديال 36 عام، يعني 36 عام بقى بلا زواج بلا خدمه بلا حتى شي حاجه. بقى كيقلب على خدمه وغادي يخدم في واحد الجلسه ديال الياجور، اي واحد ديبو كبير كيكون فيه الياجور. غادي يخدم تما عساس وداير واحد النواله تما وكيبقى عاس تمايا. غادي يبقى تما خدام وعايش وساكن وكل شيء، يعني اموره مزيانين، اموره مزيان. واحد النهار، حتى لواحد النهار في الباترون ديالو، يعني مول الشي، كان هو وشي بنايه تما كانوا يمكن كيبنيو شي ضاله ولا كيوجدوا شي ضاله باش يبنيوها، وغادي يشموا ريحه الكارو خارجه من ديك النواله ديال عبد العالي. غادي يدقوا عليه، غادي يحل عليهم عبد العالي، خرج عندهم. هذاك الباترون ديالو بدا كيسب فيه، قال واش انت قد هكا وكتكمي ورمضان. لانه هادشي علاش غوت عليه الباترون، ماشي حيتاش كيكمي ولكن حيتاش كان رمضان وكان كيكمي. فعلى هاد الشيء هذا غادي يجري عليه وغادي يقول له خرج عليا وغبر عليا كمالتك من هنا. فجرى عليه. فبقى عبد العالي متشرد بلا خدمه بلا سكنه بلا حتى شي حاجه. كان مره كيمشي يبات في المحطه حتى لواحد العام اللي كان عام 2000. واحد خالو كان شرى واحد البقعه ارضيه، ولكن هاد خالو كان مازال ما كانش جامع الفلوس باش انه يبني ديك الارض. عيط عليه قال لي شوف عبد العالي، انت دابا ما عندك فين تسكن، انا عندي واحد البقعه، سير تما سكن فيها، دير فيها ديك النواله ديالك وبقى فيها تما. انا راه باقي ما غاديش نبنيها دابا، ما مستعدش نبنيها. بقى تما دير فيها النواله ديالك، منها تحضي ليا البقعه اللي يدخلوا لها السكيريه، ومنها راك مستور فيها. ففعلا عبد العالي غادي يمشي لديك البقعه وغادي يسكن تما، بنى فيها واحد النواله بالقصب والميكا، بقى ساكن فيها. قال مع راسو صافي انا لقيت فين نسكن، بعدا فين نتستر، خصني نقلب على خدمه. غادي يدير واحد الفراشه في باب الخميس، يعني واحد الطبيله تمايا، وتما غادي يبقى يبيع فيها الديطاي.
المهم بقى على هاد الحال حتى لواحد النهار اللي غيجيو فيه المخازنية وغادي يجريو كاع على الناس اللي كيبيعوا تما وكيشريو، يعني مفرشين فرها تما غادي يجريو عليهم الخازنية. المهم ما بقاش عبد العالي تما في باب الخميس، شاف حتى عيا قال اللهم نرجع للمحطة فين كنت في الاول. مشى تما كيدبر على خديمة في المحطة، بقى تما كيدور مع الناس هكا. المهم غادي يدبر تما على واحد الخدمة جديدة. كانت تما واحد السيد عنده واحد الكروسة ديال السندويتشات، وكانت عنده واحد السيدة كتخدم بالصباح، وكان كيقلب على اللي يشدو داك الكروسة في الليل. قال له عبد العالي اجي خدم معايا، ها انت خدم في الليل والسيدة راه كتخدم بالنهار، وانت شد بلاصتها في الليل. قال له صافي. مشات غادي يخدم مع ديك السيد، ولات السيده كتجي بالنهار وهو كيخدم بالليل، يعني من المغرب حتى ل6 ديال الصباح. بدا عبد العالي الخدمه ديالو مع السندويتشات بالليل، يعني خدام مزيان. هنا فين بدا كيتعرف على دوك الضحايا ديالو، حيت فاش كيجي مع المغرب كيبقى جالس على ديك الكروسه كيبيع السندويتشات كيبيع للناس ديال المحطه. تما غادي يولي يراقب الضحايا ديالو غير بعينيه. لقاهم باقيين صغار براءة مساكن كما قلنا، من 10 سنين حتى 17 عام خدامين تما في المحطة. كاين اللي كيبيع الديطاي، كاين اللي كيبيع الجورنال الكارو. المهم كيبقاو يجيو عنده يجلسوا حداه، اللي ما عنده فين يبات كيبات حداه تما قدامه حدا داك الكروسه، وحيت هو خدام بالليل فكيبقاو جالسين حداه. كيدير واحد الراديو كيبقاو جالسين قدامه تمايا. شي مره كيعطيهم كيوكلهم فابور، شي مره كيتخلص عندهم. المهم كي قلنا بداك الحنان ديالو بديك الابتسامه ديالو كيعطف عليهم، بدا كيستدرجهم لعندو. ولا فين ماشي دري تما في المحطه متشرد ولا ما عنده فين يبات، كيمشي عند عبد العالي كيبقى جالس حداه. وكيف كتعرفوا في المحطه بالليل كتكون خاويه، يعني ما كيكونوش المسافرين، ما كيكون حتى شي حد تمايا، يعني المحطه كتكون كتصفر. فكيبقى تما غير عبد العالي ودوك الدراري الصغار المتشردين. فمنين كانت كتوصل 6 ديال الصباح، صافي هنا عبد العالي كيسالي الخدمه ديالو. 6 ديال الصباح كتجي ديك السيده باش تاخد بلاصتو، كيمشي بحالو لديك النواله ديالو اللي عنده في المحيطه. فكيقولنا المحيطه ما بعيداش بزاف على المحطه. فاش كان كيسالي مع 6 ديال الصباح كيختار الضحيه ديالو، كيقول ليه شوف واش تمشي تبات معايا في النواله ديالي، راه غير هنايا في المحيطه قريبه تمايا، ومع ديك العشيه غنرجعوا انا وياك للمحطه. وفعلا داك الدري الصغير اولا داك الضحيه ديالو كيمشي معاه مع ديك 6 ديال الصباح. كيخلي المراه هي اللي مكلفه. قبل ما كيوصل للمحيطه كيدوز على واحد مول الحانوت. هذا مول الحانوت هذا كيبيع المواد الغذائيه. وبالشهاده ديال ديك مول الحانوت كيقول كنشوف عبد العالي مع 6 ديال الصباح كيدوز من حدايا، كيكون غادي على رجليه وكيكون غادي مع شي دري صغير، ولكن انا راه ما كنسولوش زعما شكون داك الدري اولا فين غادي بيه. فاش كيجي عندي مع داك 6 ديال الصباح كياخد واحد البواطه ديال السرديل، واحد القرعه ديال المناضه، وواحد الخبيزه. صافي من تما كيطلع بحالو للمحيطه. فكيبقى عليهم بالهضره الحلوه حتى كيوصلهم للعشاء ديالو. مع ديك 6 ديال الصباح فاش كيدخلهم للنواله ديالو اول حاجه كيديرها كيشد داك الرولو ديال البلاستيك اللي عنده، كيسد ليهم فمهم هكا باش ما يغوتوش وما يستيق ليه حتى شي حد الخبار. كيربط ليهم يديهم ورجليهم، من بعد كيغتصبهم، وفي الاخر كيخنقهم حتى كيقطعوا النفس. من بعد فاش كيسالي هنا كيبقى واحل حدا ديك الجثه. شنو يدير لها؟ واش يخرجها لبرا غادي يشوفوه الناس، واش يرميها غير هنا في البقعه غادي تطلق الريحه. فقال اش غادي ندير غادي نحفر ليها تما تحت منه، يعني في البلاصه فين كينعس. وفعلا غادي يشد ديك الجثه وغادي يحيد ليها السبرديله، غادي يحيد ليها الحوايج كاملين كيخليها هكاك زبطه. هذاك الشيء علاش البوليس ملي كانوا دخلوا اول مره غادي يلقاو دوك السبرديلات وغادي يلقاو دوك الحوايج تما في ديك البقعه غير منشورين. صافي كيحفر تما في النواله فين كينعس. والمشكله ما كانش كيحفر بشي فاس اولا بشي عتله اولا بشي حاجه، كان كيحفر غير بواحد الموس كان عنده تمايا، واحد الموس متوسط عادي. كيبقى يحفر بداك الموس وفاش كيعيا كيكمل الحفير بيديه، يعني بصبعانو. والبوليس كانوا كيقولوا باللي كان كيدفنهم بواحد الطريقه كتألم ديال بصح، يعني ما كانش كيحفر الحفره غريقه يعني حفره عاديه، لا كان كيحفر غير واحد الحفره شويه وكيخشي فيها الجثه.
يعني كان كيشد الضحية ديالو وكيطويها على جوج، يعني بواحد الوضعية متنية، وكيبرك عليها برجليه حتى كتبقى تضغط مزيان مع الأرض، وعاد كيردم عليها التراب. هاد الشي هذا كان تبين من خلال التشريح الطبي. فاش خرج التشريح ديال دوك الهياكل كانوا كيبانوا دوك الهياكل مضغوطين. هكا عبد العالي جمع وطوى مع الضحية ديالو الأولى، فرغ الغريزة ديالو ورجع الكرتون النواله وفرش فوق منهم دوك الكاشات وغادي ينعس حتى تجي العشية بحال ما وقع والو. وفي العشية غادي يرجع للمحطة، وبقى عبد العالي مستمر في نفس الشيء، يعني على هاد الحال حتى وصل ل8 ديال الضحايا كلهم دراري صغار، واللي كتراوح الاعمار ديالهم ما بين 10 سنين و17 عام، وكاملين كانوا مقتولين بنفس الطريقة ومغتصبهم. وكلهم كانوا ذكورة ودفنهم في نفس البلاصة اللي كاين كينعس عليها، وكاملين دار ليهم نفس الطريقة. كانوا كيجلسوا معاه في الكروسه ديالو اللي كيبيع فيها السندويتشات حتى 6 ديال الصباح، وكيطلع وحده مول الحانوت وكياخد بواطه ديال السرديل وقرعه ديال المناضه والخبزه، وكيكمل الطريق ديالو حتى مول الحانوت. كان كيشوفوا انه غادي معاه دري صغير، ولكن ما كان كيدي ما كيجيب. بقى هكا كيف قلت مستمر مع الضحايا ديالو حتى وصل ل8 ديال الضحايا. كانت اول ضحيه بدا بها في 2001، واخر واحد كان في 2004. كانت هذه هي الاقوال ديال عبد العالي فاش كانوا كيبحثوا معاه في الكوميساريه. هنا غادي يسولوا واحد الضابط، قالوا دابا انت يا عبد العالي فاش كنتي كتنعس في النواله ديالك ودوك الدراري مدفونين تحت منك، ما كنتيش كتخاف؟ قالوا كنت كنحلم بهم بالليل كيخرجوا ليا كاملين، وكانوا كيخشيو ليا راسي في واحد المجمر ديال العافيه. وغادي يسولوه قالوا ليه علاش نقلتي دوك الهياكل من ديك البقعه الارضيه، يعني علاش ما خليتيهمش تما، علاش ديتيهم لداك الواد الواعر؟ قال لهم واحد النهار اللي كان نهار 20 شهر 8 2004 كان قال لي يا خالي، يعني داك خالو اللي كان عاطيه البقعه الارضيه اللي قال له دير فيها النواله ونعس فيها، قال لي شوف يا عبد العالي خاصك تخوي لي البقعه ديالي حيت راه صافي راه غادي نجي نبدا نبني. صافي قال لهم نهار قالها ليا دخل فيا الخوف. قال لهم انا صافي كنشوف خالي غادي يجي لهنا وغادي يكلف الطاشرون هنا باش يحفر، ولا حفروا باش يديروا الساس، يعني راه غادي يلقاو هاد العظومه وهاد الهياكل، فإلا لقاوهم راه غادي نمشي فيها. فقال لهم مشيت كنطير ديك الساعه، مشيت جبت واحد الخنشه ديال الزرع كبيره، هذوك الخناشي الكبار ديال الزرع، واحد جوج ميكات كبار، وغادي نحفر على دوك الجثث كاملين، يعني جبدهم كاملين تقريبا خشاهم في دوك الخناشي. وهنا الخناشي كانوا تقال، فكيفاش غادي يدير لهم؟ غادي يخرج عند واحد صاحبه تما قال لي غتسلفني واحد البيكالا بغيت نقضي بها الغرض. وفعلا صاحبه عطاه ديك البيكالا قال له هاك عبد العالي سير قضي بها الغرض ورجعها ليا. هز دوك الخناشي على دوك البيكالا واستنى حتى ظلام الحال، يعني حتى وصل الليل. هز دوك الخناشي على ديك البيكالا ومشى قاصد الواد الواعر اللي كان بعيد تقريبا على المحيطه بجوج ديال الكيلومتر. وصل تما حدا الواد الواعر وغيبدا يلوح تما في دوك الهياكل. واحد الحاجه اللي ما ردلهاش البال وهو انه مع الظلام ما كانش عارف فين كيلوح دوك الهياكل، كيسحب له راه كيلوحهم في داك الواد، يعني راه كينزل لهم تما، وهو اللي راه كان كيلوحهم غير تما حدا الواد. فهو فكر انه الا لاحهم في داك الواد غادي يجيو وسط الماء، فما غاديش يبانوا الناس، غادي يبقاو تما مدفونين. فصافي من بعد ما رمى دوك الهياكل غادي يمشي عاوتاني للنواله وغادي يجيب هذيك النقلات، حيت كان عنده جوج خناشي. الخنشه الاولى رماها، فغادي يرجع وغادي يجيب الخنشه الثانيه اللي غادي يرميها في الواد الواعر، ولكن على بعد تقريبا 600 متر. داك الشيء علاش البوليس في الاول كانوا لقاو جوج ديال مسرح الجريمه. فمن بعد ما سالوا رمى دوك فمن بعد ما سالوا رمى دوك الجماجم ودوك الهياكل رجع بحالو النواله ديالو. فكانت هذه هي الروايه اللي عاود عبد العالي في الكوميساريه للبوليس في الوقيته اللي كانوا كيحقوا معاه. في التحقيق اكيد اعترف بكل شيء، واعترف باللي هو اللي قتل دوك الضحايا، وغادي يديروا ليه اعاده تمثيل الجريمه. ولكن هنا كانت واحد المفاجاه، يعني قبل ما نقول لكم الحكم ديال عبد العالي كانت واحد المفاجاه. غادي يجي واحد الضابط اللي شادين ملف داك القضيه،
هاد الضابط هذا غادي يتفكر واحد الملف قديم كان ضد مجهول باقي محطوط ديك الساعات ما تحلش اللغز ديالو. هاد الضابط هذا كيقول واحد النهار كنت غادي لأكادير وبان ليا الناس مجوقين، قلت راه نشوف علاش الناس مجوقين تما. كانوا مجوقين على واحد البركاسه ديال الزبل، وديك البركاسه كانت فيها واحد الجثه ديال واحد الدري صغير يعني تما مقتول وعاطيه منه الريحه. كيقول صافي انا شفت الفرقه ديال صحابي جايين، صافي قلت راهم تكلفوا بديك القضيه، انا مشيت في حالي كملت الطريق ديالي لاكادير. فاش طاحوا في هاد القضيه ديال العبد العالي غادي يسول ديك الفرقه واش وصلتوا لشي حل ديك الجريمه ديال داك الدري اللي تلقى في ديك البركاسه، ولكن غادي يقولوا لهم لحد الان ما لقينا حتى شي حاجه على هاد القضيه هادي. فقالوا احتمال ان عبد العالي عنده علاقه بداك الدري اللي كانت تلقى في ديك البركاسه. هنا غادي يشدوا عبد العالي وغادي يسولوه، قالوا ليه عبد العالي واش متأكد عندك غير 8 د الرواح، يعني ما نسيتيش شي روح، ما كنتيش قتلتي شي واحد زعما غير تفكر؟ غادي يقول لهم لا، هذا الشيء اللي عطا الله. غادي يجي داك الضابط وغادي يجي عنده نيشان، قال له كان واحد الدري، يعني كانت واحد القضيه ديال واحد الدري قتلتيه ورميتيه في البركاسه في طريق اكادير. هنا جاوبهم في البلاصه ما غاديش يتعطل عليهم، قال لهم ما سولتونيش عليها، كون سولتوني عليها كنت غادي نجاوبكم. فكيعني ان عبد العالي هو المسؤول الوحيد على ديك الجثه اللي تلقات في البركاسه، يعني حتى داك الدري اللي كان تلقى في البركاسه فعبد العالي هو اللي قتلو. ما بقاش عندنا هنا 8 ديال الرواح ولا عندنا 9 ديال الرواح. فهاد الدري هذا اللي تلقى في البركاسه كانت عنده هي الجريمه الاولى اللي كان دارها في 99 فاش كان خدام في ديك الجلسه ديال الياجور في داك الديبو، وحتى هو دارلو نفس الطريقه. بان ليه دري صغير استدرجوا عنده، دخلوا عنده ديك النواله اللي عنده تما في الجلسه ديال الياجور، تكرفس عليه خنقو، من بعد ما مات غادي يديه لديك البركاسه وغادي يخشيه تما بحال ما كان والو. وكيف قلنا دابا ولا عند عبد العالي 9 ديال الضحايا. السؤال المطروح اللي كلكم كتسولوا، علاش تكرفس على هاد الدراري هادو؟ شنو داروا هاد الدراري واشنو ذنبهم؟ وهذا السؤال بالضبط اللي ما قدرش يجاوب عليه عبد العالي لانه جاه صعيب، حيت عبد العالي دائما كان كيركز غير على الطفوله ديالو. فاش كيقولوا ليه شنو الدافع ديال القتل ديالك ديال هاد الدراري الصغار، دائما كيرجع ليهم للطفوله، بحال كيبغي يقول لهم اودي راه هداك الشيء اللي وقع لي في الصغر حتى انا درته لهاد الناس هادو، يعني بحال كينتقم. دائما كيقول لهم حقا داك الشيء اللي كان وقع لي في الصغار راه كنتغتصب حتى انا راه هادي. فدائما كيربط هاد الجرائم ديالو بداك الشيء اللي كان وقع له في الصغر. والسؤال اللي كلكم اكيد باغيين تعرفوه، حتى البوليس كانوا طرحوه على عبد العالي، هو ديال ديك الورقه. قالوا له علاش كتبتي داك الميساج في ديك الورقه، شنو اللي خلاك تكتبها؟ كيقول لهم كلمه الحاضي هي سميتي، انا عبد العالي الحاضي. قالوا ليه واخا، وشنو هي اقسم انني سانتقم منك مهما كلف الثمن، على من كدوي؟ كيقول لهم عبد العالي كان دوي على دوك الدراري الصغار، دوك البراش اللي كانوا في المحطه، حيت كانوا كيتبسلوا عليا وكتبتها عليهم باش ننتقم منهم، حيت كانوا كيجيو يتحرشوا بيا وكيتبسلوا عليا. قالوا ليه واخا، وعلاش كتبتي ديك السميه ديال ديك الماركه ديال اديداس؟ كيقول لهم هاد الماركه هادي عزيزه عليا وكان الحلم ديالي اني نلبس شي توني ديال اديداس يكون اوريجينال، ولكن الفقر ما خلانيش نلبس هاد الماركه هادي، هذاك الشيء علاش كتبتها في الورقه. قالوا لي واخا، وداك الرقم ديال 55 شنو كيعني؟ كيقول لهم كيعني 5 يعني راك واعر راك مزيان، فهداك الشيء علاش كتب 5. فكنكتبها وصافي، يعني داك الشيء اللي كنكتب في ديك الورقه ماشي كان قاصد زعما باش انه البوليس يوصل ليه ولا شي حاجه، كنكتب غير بداك الشيء اللي كيحس به انه غينتقم من دوك الدراري، وكنكتب ديك الماركه اللي كان باغي يلبسها وكيحلم انه يلبسها. تقدم عبد العالي للمحكمه، وفي المحكمه غيكون حاضر بزاف ديال الحقوقيين حيت عبد العالي كان ضحيه ديال الاغتصاب في الصغر، بغاو يحضروا زعما باش ما يكونش عليه واحد الضغط. فعبد العالي قدام القاضي داكشي اللي قالوا في الكوميساريه قالوا حتى قدام المحكمه، ما زاد ما نقص. غادي يسولوا القاضي، قال له عبد العالي واش كتشرب شي دواء، واش كدير المخدرات ولا شي حاجه؟ عبد العالي غادي يقول ليه ما كنشرب دواء، ما كندير حتى شي حاجه، وهاد الجرائم اللي ارتكبت درتهم انا في كامل قوايا العقليه، ما كنت سكران ما كنت مخدر
ما حتى شي حاجة. نهار 14/12/2005 حكمت المحكمة على عبد العالي الحاضي سفاح تارودانت بالإعدام. عبد العالي قدام المحكمة فاش غيسمع تنطق عليه كلمة الإعدام قال لهم بغيتكم تنفذوا فيا الإعدام ماشي غير تنطقوا به باش تهنيوني من هاد العذاب هذا اللي كنعيش فيه. فتحكم على عبد العالي بالإعدام ولكن ما مشاش فيها غير عبد العالي، حتى واحد جوج كانوا خدامين في حتى واحد جوج كانوا خدامين في المحطة حتى هما غادي يتحكم عليهم واحد ب4 سنين وواحد ب2 عام ديال الحبس حتى هما بتهمة التستر على الجريمة. وغادي يشدو حتى مول الحانوت اللي كان كيدوز عندو عبد العالي مع 6 ديال الصباح وكيشري من عنده داكشي اللي كيخصو. غادي يعطيو حتى هو 1 عام ديال الحبس حيتاش كان كيشوف دوك الدراري الصغار كيمشيو مع عبد العالي، واخا ما كانش يكون عارف ولكن نهار كانوا غبروا دوك الدراري يعني كان كيعرفهم وكيشوفهم مع عبد العالي على الاقل يبلغ. تنقل عبد العالي من السجن ايت من اللول للسجن المركزي بقنيطرة، دوز فيها مدة ديال 16 عام وغادي يهزو عاوتاني للسجن مول البرقي باسفي، داروه تما في العزلة اي في الجناح المحكومين بالاعدام. وملي كمل تقريبا 18 عام ديال الحبس عبد العالي غادي يموت في الزنزانة ديالو. فكانت هذه هي النهاية ديال القضية ديالنا ديال عبد العالي الحاضي سفاح تارودانت. كنتمنى تعجبكم هذه القضية هذه وما تنساوش تعطوني الآراء ديالكم في الكومنتيرات، وإلا كان كيعجبكم هذا المحتوى هذا ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد في القناة. وبسلام عليكم.